ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا. أنا يعني من يعتذر لإزعاج حضرتك. لا يا فندم، انت تنور. الله يكرمك. أنا حازم صلاح أبو إسماعيل. ايوه طبعا يا اخي الكريم، معروف. الله يبارك فيك. أنا عارف إن أنا بزعجك، ربنا يحفظك يا رب العالمين. لا يا اخي، لا ابدا. إن شاء الله تكون بخير والأسرة والجميع. الحمد لله رب العالمين. شوف، أنا بس حبيت أقول لحضرتك، يعني شوف حضرتك، كل اللي أنا سبته مكتوبا في الورقة، شايف يعني بيجد حسيسة للغاية دكتور عصام. يعني شايف حضرتك ميدان التحرير دلوقتي 3-4 ساعات بيضربوا في بعض، وهناك الكربة الأسبوع اللي فات وادي ميدان التحرير وجندان جامع محمود وموضوع أحمد شفيق وموضوع النصارى، وبدأت نقطة بعثرة الناس. يعني الوضع مش هيفضل أيام ولا أسبوع ولا أسبوعين بالصورة المحتشدة، أو إن الناس على التمزيق يجري على قدم وساق. أنا أخشى. مش مختلفين على كده إطلاقا. احنا مش مختلفين على هذا، ان في ثورة مضادة وفي ناس هتقعد تعمل هذا وهتعمل كل هذا. هذا شيء لا يختلف عليه أحد. القصة ان انت كنت بتتكلم في اتجاه تاني خالص، ان ده ما هو ده كلام شغل الحزب الوطني وشغل البابا وشغل للاسف اخواننا السلفيين اللي هم بيساعدوا على هذا، وشغل امن الدولة. طيب لازم نواجهه. مش يعني حتى الحزب الوطني اللي كان اعصابه ثابت وتلاشى، النهارده لا يمكن يجيبوا محمد رجب يقول هنعمل انتخابات رئيس جديد ويقعد مع المجلس العسكري الا لو كان خد مؤشر من السلطه بسند لاعاده بعثره، لاعاده لملمه الحزب مره ثانيه. ايوه يا دكتور، لا يوجد ادنى شك فيما تقوله. القصه كلها كيف نواجه، لا اكثر ولا اقل. القصه ليست في انه في ناس وثوره مضاده وهيعملوا كل ما في وسعهم من اجل افشال الانجازات اللي حصلت. وانا كنت قلت لحضرتك ان نوع من كبس الوقت بس شويه، لان الوقت المتراخي ان شاء الله ربنا هيكرمنا. وانا عايزك بس تبقى تثق في ان الله عز وجل لن يترك هذا، لان هو ضعها من الاول. احنا بنجتهد وبنعمل ما علينا، لكن التوفيق كله من الله سبحانه وتعالى. كريم يا رب. كنت موجود في صول مع الناس اللي هم راحوا صول، صفوت حجازي ومحمد البلتاجي والناس دي، هي القرية اللي كان فيها الكنيسة. راحوا لا، ده المسائل هتتبعتر اكتر من كده بكتير، وعشان كده بقول لحضرتك انه بس يعني الوقت ما يبقاش على الساعة، لان هو بيقول لك ايه، سيبني اسبوعين طيب واستنى الاسبوعين دول يخرب فيهم بلد. ربنا يوفق. على كل حال، ما دام الحمد لله انا اوضحت، انا والله لا واقسم لك برب العزه لولا خوف الاثم ما كنتش ازعج حد، بس اخو على كل حال. ربنا يبارك فيك يا فندم. ربنا يبارك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم.